السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل الكرواسون أو المولتو في البيت بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وأوفر طبعا من بره بكتير وأحلى بكتير. شايفين اللي هي جاهزة عاملة ازاي، واللي احنا عاملينها في البيت عاملة ازاي ومورقة وطعمها حلو جدا. شايفين الدنيا عاملة ازاي من جوه، واللي جوه ده مش شوكولاتة، ده جوه اللي جوه تحس ان هو كاكاو بمية، لكن احنا حاطين شوكولاتة خام. حاجة طعمها حلو جدا. معانا كيلو دقيق، معانا معلقتين لبن بودرة، معلقتين زبدة، وكوباية مية وكوباية لبن وبيضاية، معلقة بيكنج باودر وفانيليا ومعلقة خل وذرة ملح. دي المقادير. أول حاجة هنجيب كوباية مية دافية، نحط عليها معلقتين كبار سكر. أنا حاطة 4 معالق سكر عشان حاطة معلقة صغيرة، لكن هحط معلقة كبيرة. حطي معلقتين كبار سكر وتدوبيهم في المية الدافية. بعدين تحطي معلقة صغيرة خميرة فورية تدوبيها دي، عشان لو انت عايزه تختبري الخميره بتاعك، لو انت مش عارفه هي مضمونه ولا لا. بس انا بعملها قدامكم، انا عارفه ان هي كويسه، بس بعملها قدامكم عشان اعرفكم. هنا اول حاجه هنجيب العجان او علقتنا طبعا. هنحط كيلو دقيق، ونحط عليه ذره الملح، وننزل عليه بمعلقتين اللبن البودره. نقلب المواد الجافه مع بعض، ومعلقه بيكنج باودر. نقلب المواد الجافه مع بعض كده، وهننزل عليها بالبيضه، ونكون حاطين عليها معلقه الخل وذره الفانيليا. وننزل بقى بكوبايه الميه الدافيه اللي احنا حاطين عليها الخميره، ونعجن. ننزل بقى باللبن بالتدريج بقى كده، واحده واحده، حسب ما الدقيق بتاعنا بياخد المواد السائله. هنا خد معايا كوبايه اللبن وكوبايه الميه، وخد كمان نص كوبايه ميه، يعني مقدار المواد السائله كلها كوبايتين ونص، طبعا حسب كل نوع دقيق. في الاخر بعد ما العجينه لمت معايا بقى، حطيت معلقتين الزبده، نعجنها بيها كويس، وبعد كده نشيلها. العجينه تبقى فيها سنه التلزيق خفيفه كده، لان سنه التلزيق دي هي اللي بتخلي لك الكرواسون طري معاكي وهش وهش كده ومفرغ من جوه، مخلوش ينشف معاكي في الفرن. شايفين العجينه فيها سنه التلزيق في ايدي ازاي؟ يعني مش سايبه قوي ولا ماسكه قوي، حاجه وسط كده. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. هنا بقى هنغلفها بالاسترتش ونسيبها تخمر حسب بقى حراره الجو. لو انتي في الحر تسيبيها نص ساعه، لو في الشتا تسيبيها ساعه، حسب حراره الجو عندك. هنا بعد ما خمرت معايا، شايفين عملت وبقت حلوه ازاي. هنهبط بقى العجينه ونكورها بقى كور صغيره. ده بقى اللي هيخلي معاكي الكرواسون مورق. ولا تقعدي بقى تفردي عجين وتحطي زبدة وتحطي في التلاجة وبعدين ترجعي تعملي تاني. دي طريقة سهلة جدا وناجحة ومضمونة ان شاء الله يعني. هنا بقى هنكور كور صغيرة خالص. هنا الكيلو دي طلع معايا 30 كورة. لو انت عايزة تصغري براحتك، عايزة تكبري براحتك، ده حسب ما انت عايزة عدد الرقات ما بين كل رق ورق، يعني كام واحد، كتيرة ولا صغير. هنا الكيلو عملتهم بالظبط 30 كورة. هاخد بقى كل 10 كرات هعملهم لوحدهم. هفرد كورة كورة، واحط ما بين كل كورة معلقة زبدة ورشة نشا. رشة النشا دي بتساعد على ان الزبدة تتمسك على العجينة، وتخلولك مورق وما يمسكش في بعضه لما يخش الفرن. تحسي ان لما تقطعيه كده، تحسي ان الطبقات مورقة ما بين بعضها. رشة بسيطة خالص. شايفين هنا زبدة دي بدرجة حرارة الغرفة، اي نوع زبدة عندك، زبدة فرن، زبدة بلدي، اي نوع زبدة. شايفين رشة بسيطة خالص يعني لا تذكر. هكمل بقى كل الدوريات كده بنفس الحكاية. كل 10 دوريات هعملهم فوق بعض كده، اسيبهم فوق بعض. هسيبهم الى يعني الى هيبقوا 3 دوريات كلهم في الاخر. 30 كرة هيطلعوا 3 دوريات، كل 10 لوحدهم. زي ما انتوا شايفين كده. هنعمل معاكم اول 10 وحدات، وبعد كده هكمل الباقي لوحدي. شايفين؟ احطها بقى على جنب ترتاح، اسيبها ترتاح بقى كده لحد ما اخلص الباقي، عشان لما اجي افتها تبقى سهله معايا في الفرد. شايفين؟ بقول لكم 10 طبقات ما بين بعض. هنا بقى لما عملت كل الكميه، سبتها ارتاحت، هبططها بقى كده. بقيتي افردها، بتتفرد بكل سهوله جدا. وافردها بقى بالمردانه كده بالراحه.
زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده قلبها بقى على الوش التاني عشان الوش اللي تحت ده يبقى هو الوش اللي هنلف بيه الكرواسون، يبقى شكله حلو، لان طبعا الظهريه تبقى طبعا بتبقى حته طلعت حته دخلت، فكده بيبقى احسن في الشكل، بيبقى افضل. يا ريت متنسوش الاشتراك واللايك عشان تدعمونا وننزل فيديوهات اكتر. هنا بقى نقطعها بقى قطع صغيره. طبعا الحجم زي ما انت عايزه تعملي كرواسون كبير قطعي الحجم اكبر، عايزه تعملي صغير تصغري. والحشو برضو براحتك، عايزه تحطي شوكولاته حطي، عايزه تحطي جبن حطي، اي حشو انت بتحبيه بقى واطفالك بيحبوه. بس هو ان شاء الله لما هتعملوه مش هتبطلوا تعملوا الطريقه دي، ده حلوه جدا وسهله جدا ومتاخدش وقت معاكي وبتطلع لك كميه كبيره جدا. يعني الكيلو دي بيعمل كميه كبيره جدا. انت بتجيبي الكيس الصغير فيه 3 وحدات. نقطع بقى كده مثلثات، نفرغ بقى حته كده من عشان لما نيجي نلفه. زي ما انتم شايفين كده. اكون بقى ممكن حاضره معايا شوكولاته خام عاديه خالص بتاعه المطبخ، مقطعه قطع صغيره. لو عايزه تحطي شوكولاته نوتيلا حطي. هنرص بقى الشوكولاته كده مع بعض. بعد كده نبرمه نمسك كده المثلث بالراحه كده ونلفه بالراحه معانا. نكون محضرين صاج دهنينه زيت ورشه دقيق عشان ما يلزقش معانا. هو ما بيلزقش ان شاء الله كده زي ما احنا شايفين كده. نلف كده بكل سهوله ونقفل الحروف عشان الشوكولاته ما تطلعش منها. طريقته سهله جدا في اللفه، ما بياخدش معاكي اي وقت. اهم حاجه تقفلي الحروف حلو عشان ما يطلعش اي شوكولاته. هنا بعد ما خلصت كل الكميه كون مشغله الفرن على درجه حراره. على درجه حراره عندك في الفرن شغليه عشان ما ينشفش معاكي. هنا بعد سيبته شويه نص ساعه يخمر. بعد ما لفيته وجهزته سيبته يخمر تاني. هنا بعد ما استوى شايفين عامل معايا ازاي، طري جدا وكريسبي من بره وطعمه حلو جدا والشوكولاته سايحه خالص ومورق. وشايفين الطبقات مورقه ازاي، حلو جدا. شايفين احنا عامل ازاي والجاهز عامل ازاي. شايفين الحجم الواحد قد ايه اصلا، الصغير اللي جاهز قد ايه واللي احنا عاملينه في البيت عاملينها قد ايه. ان شاء الله يكون الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. متنسوش بتعليقاتكم وجربوا